لجنة الحكام برئاسة كابتن وجيه أحمد ترفض تماما أي إيقاف للكابتن أمين عمر. قالوا احنا أمين عمر هيحكم في الأسبوع السادس، الأسبوع اللي جاي كابتن أمين عمر هيحكم تماما. هم شايفين إن هو لم يخطئ نهائيا في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وإنه أدى مباراة بصورة جيدة جدا. ده رأي كابتن وجيه أحمد ولجنة الحكام التي تدير اللجنة إلى حين استقدام طاقم تحكيم أجنبي. وهنا السؤال يا جماعة، كان النادي الأهلي وأندية تانية بتدوس حكم أجنبي وبيدوسوا على جمال علام. النهارده المهندس هاني أبو ريدة تولى المسؤولية. المهندس هاني أبو ريدة شخصيا قال لي أنا شخصيا إن هو كان هيجيب حكم، وفوجئ إن هو ماسك التحكيم في الدوري النمساوي. هو بيبحث، مش عايز يجيب أي حكم وخلاص، بيبحث عن حكم قادر على تطوير وتغيير شكل التحكيم في مصر يعني. وما زال البحث جاريا عن رئيس لجنة حكام أجنبي يدير الدوري في موسم 2024-2025. دي نروح بقى البيراميدز. كمان بيراميدز عنده ماتش يا جماعة مع فاركو، وقد تكون المباراة الأخيرة للمدير الفني الصربي. يعني خلاص الناس ابتدى ما عندهاش قناعات بالمدير الفني، وقد يكتفوا الكرواتي وقد يكتفوا هو الصربي كرواتي كلهم من يوغوسلافيا يعني، وقد يكتفوا بالمرحلة اللي فاتت في حالة ان هو تعادل مع فاركو او انهزم من فاركو او لم يحصل على ال3 نقاط، فهيكون كده في نزيف للنقاط، وبالتالي قد يكون هناك تفكير قوي في تغيير المدير الفني الكرواتي. كلام بقى عن ان محمود علاء ارتبط اسمه بحرس الحدود بعد ما لغى تعاقده مع السويحلي الليبي وعودته الى مصر، ومحاولاته العودة مرة أخرى لإحدى فرق الدوري العام المصري. في كلام أن حرس الحدود هيعرض عليه التواجد مع الفريق من يناير بإذن 1 أحد. و كمان نروح ل يعني استاد القاهرة وافق على استضافة مباراة مصر وسيراليون، ودي المباراة أحد المباريات المؤهلة لكأس العالم بإذن الله القادمة. ونفى المصدر في تصريحات لبرنامج استاد المحور حدوث أزمة بين اتحاد الكرة واستاد القاهرة بسبب عدم استضافة الملعب لمباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الأخيرة وبالتصفيات المؤهلة. كانوا عارفين طبعا الملعب لم يستضيفه، وتعادلنا مع بوتسوانا وكانت في مشكلة كبيرة جدا، وده بسببها للأسف المنتخب الموريتاني لم يتأهل لكأس الأمم الأفريقية. لو كنا كسبنا بوتسوانا على أرضنا كان المنتخب الموريتاني تأهل. وأضاف المصدر أن استاد القاهرة كان مرتبط بعمليات الصيانة خلال شهر نوفمبر الماضي، وتسبب ذلك في عدم استضافة لقاء بوتسوانا، وتم إبلاغنا بجاهزية الملعب لاستضافة مباراة سيراليون المارس المقبل. طبعا في مباراتين لمنتخب مصر أمام سيراليون وأعتقد أمام إثيوبيا. المباراتين دول هنلعب مع إثيوبيا خارج الأرض، وأعتقد قد يكون في ملاوي، وبعد كده المباراة الثانية هتكون لو قدرنا نحصد ال6 نقاط هنقرب بصورة كبيرة جدا من الوصول لكأس العالم بإذن 1 أحد. طيب، وبالنسبة لمحمد عبد المنعم كمان، عشان أنا كنت مستغرب إن هو موجود في مصر يعني، وكان موجود في استاد القاهرة وتقابل مع الكابتن محمود الخطيب، اتقال إن هو عنده ارتباطات شخصية في مصر يعني، وراجع بكرة فرنسا مرة أخرى لنادي نيس.